أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس إعادة عمر جابر إلى مركزه في الجانب الأيمن، وذلك خلال مباراة حرس الحدود القادمة يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر. ويهدف الجهاز الفني للزمالك في المقام الأول تجهيز اللاعب بدنياً وفنياً من أجل مواجهة بلدية المحلة في دور 32 من مسابقة كأس مصر. ينتظم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب. يستهدف مسؤولو الزمالك الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 50 مليون جنيه من وراء تسويق لاعبين أو 3 لاعبين في مكاوتو الشتاء، وهم محمود جهاد وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط وناصر منسي رأس الحربة الصريح المطلوبين في عدة أندية. ويأتي هذا التحرك في الزمالك أملاً في إنعاش خزينة النادي ب50 مليون جنيه تساهم في حل الأزمة المالية والوفاء بالتزامات مالية خاصة بلاعبي الفريق في المستقبل. ويترقب مسؤولو الزمالك وصول العروض الرسمية للثلاثي ناصر منسي ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر. بخلاف قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، صاحب القرار الأخير في رحيل أو بقاء أي لاعب في صفوف الزمالك خلال الانتقالات المقبلة، حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرحلتها الأخيرة داخل القلعة البيضاء، مع اقتراب رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد وصول ملف تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027 لمسار مغلق، وفشل الإدارة في تمديد عقده لمواسم إضافية. آخر التطورات الخاصة بموقف أزمة أرض فرع أكتوبر ومصير استعادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد بيان النيابة العامة بشأنها. وأصدرت النيابة العامة بيانا تشير فيه إلى أنها تلقت عدة بلاغات في موضوع أزمة أرض نادي الزمالك المسحوبة في مدينة أكتوبر تكشف تفاصيل سحب الأرض، مؤكده أن نادي الزمالك قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة. حسين لبيب وهشام نصر على تواصل في الساعات الجارية لمناقشة أوضاع النادي. وكان مجلس إدارة الزمالك قد أصدر بيانا رسميا كشف فيه عن موقفه من أزمة أرض فرع السادس من أكتوبر، والتي تم سحبها مؤخرا من قبل وزارة الإسكان.